انجذاب قصاصات الورق في طرف الابونايت. خلاص هشرحها لك اهو. ادي الابونايت خلاص، وادي قطعة الصوف هنكتبها صوف. حصل احتكاك هنا يبقى الكهرباء تراكمت هنا. لو جبت قصاصات هتنجذب لهنا. خلاص صوف نقطة واحدة. تمام. بسبب الشحنات الكهربية الساكنة المتراكمة على طرف الابونايت. طب لو جبت هنا الطرف ده مفيش حاجة فيه، مش هيجذب. طيب عدم انجذاب قصاصات الورق الى طرف ساق النحاس التي دم دلكم. اشمعنى النحاس؟ هقول لك النحاس اهو ادالك بالصوف وادالك في المنطقه دي، المفروض تتراكم في المنطقه دي، لا ما تراكمتش، تسربت عشان هو ماده موصله. لان النحاس من المواد الموصله للكهرباء والتي يشترط شحنها ان تكون معزوله لمنع التسرب. يعني ايه تكون معزوله؟ يبقى انت لو عايز تشحنها بكهرباء ساكنه خلي النحاس ده متغطي بماده عازله، بلاستيك او مطاط او شكرتون. عشان كده عمو الكهربائي بيلف شكرتون كده عشان يعزله. يبقى النحاس هيحصل ايه؟ هيتسرب فيه الالكترونات، عشان كده مش هيجذب قصاصات الورق. يلا يا صديقي صلى على الرسول. بص يا نجم، احنا بنتعلم العلم والعلوم عشان تساعدنا في حياتنا، صح؟ شيء بديهي. انا بقى عايز اطبق اللي انا اتعلمته على الكهرباء الساكنة في حاجة في حياتي، حاجة في حياتي تفيدني او تمنع عني ضرر. تمام. كلنا عارفين المواد البترولية بتنتقل عن طريق عربيات ضخمة جدا جدا جدا، تانك كبيرة كده. خلاص. بس العربيات ضخمه جدا، حضرتك لو ماشي في طريق هتلاقي عليها مكتوب كده عباره كبيره: مواد ملتهبه قابله للاشتعال. طيب احنا بقى عايزين نطبق العلم في حمايه الناس وحمايه انفسنا، صح؟ طيب ممكن نتيجه وانت بتنقل المواد الملتهبه دي يحصل احتكاك بين جسمين او يحصل دلك بين جسمين، يتولد تيار كهربي. والكهرباء ديت صحيح ساكنة بس ممكن يتولد عنها مخاطر كتيرة. طيب احنا عايزين نفقد الكهرباء الزيادة دي او شحناء الكهرباء الساكنة دي. فالجماعة حاجة حيلة بسيطة جدا جدا، هيجيبوا سلاسل او جنزير من الحديد يربطوها في العربية ويخلي السيارة طبعا او الناقلة الكبيرة، ويخلوا السلسلة طرفها فين يا ولاد؟ طرفها في الارض. يبقى اذا السياره وهي تسير يحصل احتكاك للسلاسل دي بالارض، يبقى الاحتكاك ده هتنتقل فيه الشحنات من السياره الى الارض. يبقى اذا يا صديقي كده حصل هنا ايه؟ فقد للشحنات الزائده. تعال نبص. توصل سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنيه تلامس الارض. ادي سلاسل ملامسه الارض، طبعا دي عربيه من تحت، للتخلص من الشحنات الكهربيه الساكنه المتولده. عاوزين يتخلصوا من الكهرباء اللي جواها الساكنه التي قد تسبب شراره كهربيه، قد تسبب في انفجار السياره لا قدر الله.